ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ جايين متاخرين النهارده بقى من عند ابوها. قلت له قلت لها بقى بص بقى انا ميت من الجوع. والله لسه ناقص نطبخ والنور بقى هيقطع كمان. النور خلاص هيقطع على وشك ان هو يقطع يعني. فبسرعه بقى عملت بقى ايه؟ كنت شاريه النهارده فرختين كده، فقطعت الصدور بتاعتهم وحطيتهم في اكياس والوراك في اكياس، لان بسم الله ما شاء الله كنت شاريه الفرخه النهارده 2 كيلو و900 جرام، فبسم الله ما شاء الله كانت حلوه، فطلعت صدري منها كده. طب ناكل طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وعملت بيهم بقى شويه طيب. مبكبكه. بسم الله الرحمن هي الرحيم. تعمل لك اكله ب 10 دقايق. 10 دقايق وطعم بقى وريحه بقى مش عايزه اقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعه؟ من صدر فرخه عملتها، دي من صدر فرخه. اللهم بارك. حاجه كده، ده كيس مكرونه وصدر فرخه. شايفين الجمال؟ مش عايزه اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي كمان. مش عايزه اقول لكم الريحه. ما تسلقش المكرونه اهي، انا هعمل لك كله في ثواني كده مع بعض. ما بتتسلقش. انت يا بنت ازاي انت بس انت لا ما ايه؟ بتتسلقش. استنى بوريها لهم. اعوذ بالله طب يا رب. يلا ورينا المكرونه. اعوذ بالله يا رب. بصوا بقى. لا انا عايز والله. شايفين المطبقه؟ طبعا الكاميرا مفتحه شويه اهو. شايفين صدر الفراخ بقى؟ شايفين؟ كلها فراخ اهي، وفلفل بقى، لو عندك فلفل الوان كمان يبقى عظمه على عظمه، بس انا ما عنديش. ايه رايكم؟ وشيبسي بقى ومخلل وسلطه بقى، وعندي بدنجان من امبارح. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انت مش هتسلق المكرونه؟ قلت له لا. لا ما بتتسلقش. طيب مع نفسك بقى. بتجيبي بصلايه يا حبايب قلبي بقى، اللي عايزين الطريقه اقول لكم عليها. تجيبوا بصلايه وتشوحيها كده بحته زبده او شويه زيت، ماشي؟ وبعد ما تشوحيها بس طعمها جميل يا جماعه والله. تحفه والله، تحفه تحفه بجد. جميل قوي يعني. بعد ما تشوحي البصلايه تقومي نازله عليها بايه؟ بقرنين فلفل، بقرنين شطه، حسب بقى لو بتحبها سبايسي بحط لها شطه، ماشي؟ وتروحي ضربه وتروحي نازله بقى بالايه؟ بصدر الفرخه اللي انت مقطعاها. لو انت عايزه فراخ اعمليها بفراخ سليمه عادي مفيش مشكله خالص. يعني لو عندك فرخه اعمليها عادي مفيش مشكله، قطعيها الدبوسه لوحدها والكتف لوحده والصدر لوحده وكده، وقطعيها ايه؟ بسم الله. قطعيها وشوحيها كده مع الايه؟ مع البصلايه مع الفلفلايه كده. جبت في الكبه عندي 4 5 طماطمات وضربتهم في الكبه، مش هصفيهم، مش هصفيها يعني، دي في الكبه مش في الخلاط. بعد ما صدر الفرخه تتشوح كده مع البصلايه وقرن الفلفل، قمت جايه ايه؟ نازله عليه بالطماطم اللي انا ضربتها. وكان عندي شوربه، لو مش موجود شوربه زودي ميه وايه، وما يهمكيش احط مرقه دجاج لو بتحبيش برده. كده كده الفراخ بتديلها ايه؟ بتديلها طعم حلو. وساعه لما تغلي الصلصه مع الحاجات بتاعتك ونازله عليها بكيس مكرونه، اهم حاجه تزودي الميه شويه عشان المكرونه بتاعتك بتستوي في قلب الصوص ده. والتوابل اللي موجوده عندك بقى حطيها. بسم الله. مش عايزه اقول لكم طعمها عامل ازاي، يعني اكلت على وهي بتستوي معلقتين كده من جمالها، ما صبرتش والله. تحفه. لا طعمها حلو والله. نحط لها قرن شطه بقى. طعمها حلو بقى، وهي اكل سريع يعني ايه. ما خدش والله فعلا. ما خدش 10 دقايق بجد. ما بتاخدش وقت عشان كان جاي جعان جدا، وانا بقى ايه؟ انا كنت لسه اسلق المكرونه وبتعمل قلت ده مش 5 دقايق. لا والله طريه المكرونه، بتحطها في قلب. اهم حاجه الصلصه والشوربه بتاعتك يكونوا بيغلوا، يعني انت زودتها شويه شوربه كمان او شويه ميه يكونوا بيغلوا، اهم حاجه. اكل على السريع كده، وحبيت ايه اقول لكم عليه. بس طعمها جميل والله. جميله جميله جميله. يعني انا غلطت ان انا ما صورتهاش، يعني انا غلطت فعلا. انت بتقول لي يا ريتني كنت صورتها. هو والله يا ريتني كنت صورتها. ما كنتش تاخد منهم حاجه يعني ايه. بتتعمل باللحمه كمان. بتتعمل باللحمه كمان بتبقى جميله. المبكبكه بتهيألي المبكبكه الليبي، بتهيألي الاكل الليبي يعني، انا اظن يعني. اكله في ثانيه ما خدتش وقت وجميله. هنعمل ايه الكهرباء بقى؟ الكهرباء اللي مدوخره دي بسرعه يا جدع. ما عدناش نلاحقين والله العظيم، وبقت بتقطع ساعتين من الساعه 1، يعني بتقطع من 10 ل 12. وساعات بتقطع الصبح كمان. تصدق تقول لي ايه النور قطع. يعني بجد ايه ده؟ ايه ده؟ شيبسي.
الشيبسيات ده لا ده مش شيبس يا جماعه، عشان ده اسمه ايه؟ فوكس، ايوه. مقاطعة شيبس. واحدة كاتبة لي بتقول لي الشويبس، الشويبس قولوا معايا من ضمن المقاطعة. أنا معرفش والله، والله معرفش هو من ضمن بس المقاطعة انا ولا اعرف ان لأ. الشيبس لا مش من أنا المقاطعه، بس برضه انا ما اعرفش مفكراه يعني. مصري يعني، أنا معرفش الله أعلم. احنا بصوا ندخل الحاجات اللي هي التانية ديت تلاقيها في في كل بيوتنا عايشين معانا، سواء اريال سواء. بصوا كل الحاجات ديت ليه؟ ان احنا ما كناش يعني عادي بنشتري الحاجات دي، احنا طلعنا لقينا اهالينا بيشتروها احنا اشتريناها وخلاص. فطبعا لو في اي حاجه تضر اهالينا في فلسطين، فطبعا مقاطعه نهائي، مقاطعه لازم والله، مقاطعه نهائي. ودي اقل حاجه نعملها يعني يا جماعه، ده اللي بايدينا نعمله. ادعو لهم كده ربنا يا رب يفك كربهم وينصرهم، يا اللهم امين يا رب. امين يا رب. ايه رايك؟ لا روعه. اكله جميله والله، جميله جميله. بتدفع عليها شويه وهي فيها شويه صوص، يعني مش لازم تنشف خالص، عشان هي كده كده بتشرب الصوص لما بتدفع عليها، واخدين بالكم؟ يعني كان فيها شويه صوص شايفين؟ من لما اصلا هي شربت. بتقول لي ايه ادفع عليها، لا بنت صفاها ميه. اه انت بس ادفع عليها بس وسيبها. هي لازم يبقى فيها شويه صوص كده لما تيجي تدفع عليه، ان شاء الله باذن الله يا رب هصورها لكم في مره باذن الله، عشان حبايب قلبي لو حابين يجربوها. بجد اكله تغيير. يعني جاي جعان بسرعه كده، مش لاقي حاجه يعملها، هوب في ثانيه. ثانيه. ثانيه ولا ثانيه. بس رشاد الله يسامحه حط قرن شط عليها برضه، وحاطط على السلطه شط عشان ما والله دوقهاش. العظيم هي اللي جايبها لي، هي اللي جايبها لي القرن، بتقول قرن احمر اهوت بس ما تخلصوش كله يعني. انا قلت لك حط على السلطه، مش معايا صراحه. بقول له حطيت على السلطه، لا بقول لي وانت لازم تاكل السلطه. شايفين بسم الله ما شاء الله كلها فراخ، الصدر يعني كان كبير فايه. ما عدناش عشان نصور، والله بصور النور والله. فانا ايام ما كنا بناكل الساعه 11 و12 ايوه تبقى انا وشك ظهرك كده في ثانيه. انا بناكل من الساعه 8، الساعه 8 ونص. اخرنا كده او داخل على 9 هي يعني ايه، لان هو هيقطع بالظبط 10 الا ربع 10. 10 الا. وبيقعد ساعتين، كان الاول ساعه وبنقولها هتعدي، دلوقتي ساعتين وفي الساعه كمان، يعني داخلين على الشتاء والليل طويل، وبتبقى الوقت بيبقى عايزين حاجه تسلينا. يعني معنى كده بقى ان هي ايه، لازم تطبخ من بدري. ده الكلام ده عند ام تفتر بقى. اقل خالص يكون الاكل جاهز على الساعه 8 7. احلام اليقظه. يبقى جت من عند ربنا. انت متفق معاهم بقى؟ لما كنا بناكل الساعه 11 بالليل خلاص بقى. بصوا يا جماعه، انا اتعودت من يوم ما اتجوزت ان انا ورشاد نطبخ سوا، والله العظيم يعني ربنا يديمها نعمه يا رب. انا اتعودت على كده، نطبخ سوا، هو معايا في كل حاجه الحمد لله يا رب. يا رب حاجه هو يخرط، هو مثلا يخرط حاجه، اكون انا مثلا بعمل حاجه، فايدينا بايدين بعض الحمد لله يعني. لا حاسبه، بس بعلمها برضه حاجات كتير. تنكريش. مين اللي علمناه؟ مين اللي علمنا؟ احنا نفضح نفسنا قدام الناس، مين اللي علمناه؟ مين؟ انت طبعا يا معلم. انتوا عارفين يا جماعه، نفسي اكل السبانخ دي.
نفسي اكل بنتكلم عليها النهارده. كنت عند ابويا دلوقتي وكنا بنعمل له سبانخ وكده، فبقول له بابا يعني الله يرحمه امي كانت بتعملها لنا، وكانت بتعملها لنا رهيبه رهيبه. لو تلاحظوا انا ما صورتهاش ولا مره على القناه، لا لان رشاد ما بياكلهاش. الاكل الوحيد اللي ماليش تقول عليها انا مش خالص، عارفه يعني مع انها اكتر. انا عندي الانيميا 7، يعني عندي الانيميا 7، فيعني المفروض اكل حاجات كتير، يعني اكل باذنجان، اكل ملوخيه، اكل حاجات من اللي هي الخضره دي. رشاد بصراحه ربنا ما بيشجعش على الاكل، عايز الاكل الهايف يعني شيش طاووق، كفته، بيتزا، حاجات من دي. انما الاكل اللي هو صحي بقى، ان مثلا اعمل اكل يفيدني بحاجه، ما شاء الله المستعان مش لاقي اللي يساعدني على الكلام ده. كانت عند اختها وجايبه لي بقى ايه كفته من هناك بس يا خطيره، لهوي. اللحمه الجملي. هي المنطقه اللي اختي فيها ما فيهاش يعني ما فيهاش كلها جمال، كلها جمال. المنطقه اللي هي فيها كلها لا بتبقى فيها جزارين بس يعني الاغلبيه فيها. لا لا لا، ده هما بيحبوا لحم في الجمال منطقه يعني. بعيده خالص بتركب لها مواصله عشان يروحوا يجيبوا اللحمه البلدي بعيد من عن هنا عن يعني. بيت اختها يعني، مش بعيد عن. انا بتكلم في منطقه اختي، انا بقى انا كلام واضح وصريح يا رشاد، فاهمني؟ فالحته اللي هي فيها ديت معظمها بيذبحوا جمال. والله طعمها تحفه يا جماعه، لحمه الجمال دي انا اختي بتعملها لنا هناك بتبقى طعمها خطير اقسم بالله. وساعات بنعمل الكفته بقى الجملي بقى، مش عايزه اقول لكم على الكفته الجملي بقى اللي هي بالرز دي، يا لهوي تبقى خطيره الكفته اللي بجملي. يعني في هنا في طنطا ناس بتذبح جمال، وفي ناس من بلدنا بيروحوا مخصوص يجيبوا الكفته اللحمه من هناك عشان يعملوها كفته. ده بتبقى جميله اللحمه الجملي في الكفته، بتبقى ملهاش حل بصراحه ربنا. هي اختها دايما بتيجي هنا بتبقى جايبه معاها ايه؟ لازم تجيب لنا والله ربنا يجازاها كل خير. لازم تجيب لنا تبقى عازمهم عليها يعني. بتجيب لنا وتعزمنا هناك عند ابويا، او ساعات بتجيب لنا اكياس كده اللي هي بالرز دي. بيبقى لها طعم غريب بصراحه غير لحمه الجزار اللي هي خطير، كانت لحمه البايم يعني. بجد لها طعم غريب بصراحه في الكفته بتاع الرز. لسه ما دوقناش الكفته اللي هي، بس اكيد تبقى جميله يعني. هي بقى جايبه لي كفته، كنت هناك وجابت لي كيس كده كفته، بس مش كفته رز، كفته اللي هنصبحها اللي هي اللي هي بتاع السندوتشات دي. جابت لي منها وقالت لي بجربيها، فان شاء الله باذن الله. ولسه بقول للرشاد النهارده عايزين نجيب فراخ ولا بنشويها؟ عايزه اجيب فرخه صغيره واتبلها من بالليل ونبقى نشويها على الفحم مع بعض باذن الله ان شاء الله. ومعاها الكفته اللي هي انا جايباها من القاهره دي، باذن الله نعملها حلقه كده مع بعض. اكتبوا الله يكون الاشتراك واللي ما اشتركش، وادعوا كده لاخواتنا في فلسطين. الشطه جبت ميه كلها كمل صح، كملوا انت حرمتني منه لا كل كل حرمني والله منها عشان خاطر ياكلها وكلها بقى. اهم حاجه ادعوا لاخواتنا يا جماعه في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم نصرا مبين يا رب العالمين. وحطوا اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، وكومنتات كتير كتير كتير. يلا يا حبيب قلبي مع الف سلامه. السلام عليكم. مع الف سلامه.